شوفي اللحمه جايبه ازاي. معانا اللحمه استوت، بس اللحمه جابت ازاي. خلاص هنفصل عليها تمام. وهنسمي بسم الله ونصلي على الرسول. ومعانا هنا معلقه سمنه، وهنشوح اللحمه نديها تشويحه بسيطه كده في السريع. وكل سنه وانتم طيبين. طبق فته سهل وبسيط ومش هياخد معانا وقت. هي اللحمه بتاخد وقت، بس بقيه الرز وتسبيكه الصلصه مش هتاخد معانا وقت. معانا هنا 1.5 كيلو من اللحمه على حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. طبعا كله عارف ان اللحمه ما بتتغسلش، اللي حابب يغسلها بميه سخنه تمام، مش حابب يغسلها خلاص تمام. بس هي اللحمه انا مش بفضل ان انا اغسلها بصراحه، ولو حسيت ان انا مش مرتاحه لها انا بديها زي غلوه في ميه سخنه وبصفيها وخلاص. وانما اللحمه لو تمام ومن عند جزار انت تعرفيه وواثقه فيه خلاص، بقطعها على طول وبديها تشويحه زي ما انت شايفه بالشكل ده. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. معانا هنا بصله، معانا ورقتين من الغار. طبعا انا ما كانش عندي البهارات اللي هي الخشنه، القرفه والفلفل الاسود، عشان كده الشوربه هتبقى لونها غامق معايا شويه، لان انا ما كانش عندي البهارات اللي هي خشنه. انا بفضل البهارات في الشوربه اللي هي الخشنه علشان لون الشوربه ما يغمقش معايا. تمام. هنديها تشويحه بالشكل ده. هنا الميه بتغلي، ما تحطيش عليها ميه ساقعه طبعا، لازم تكون الميه سخنه، الكاتل او تغلي ميه جنبيكي في اي حاجه كله تمام. هنا كانت اللحمه اتشوحت معانا بالشكل ده. هننزل بالميه، الميه مغليه زي ما قلنا. طبعا احنا هنا ولا هنحط ملح ولا هنحط اي حاجه غير لما اللحمه تستوي. هنا معانا الطماطم وواحد فلفل. بصي اللحمه وجمالها، بصي اللحمه، بصي وحياة ربنا دايبه بجد، دايبه ولونها بينك. شايفه اللون؟ معانا هنا واحدة ماجي ومعلقتين ملح. بصي الشوربه لونها غامق معايا ازاي، لان انا بفضل البهارات اللي هي بتبقى حب صحيح، يعني بلاش اللي هي الناعمه، لان الناعمه دي بصراحه بتخلي لون الشوربه غامق معايا فانا بتضايق، بس ما كانتش عندي فمشي حالك مش مشكله، ما تقفيش نفسك. معانا هنا معلقه سمنه وفصين توم، هنعمل طشه الفته الصلصه. معانا معلقه خل، يعني نزلنا بمعلقه سمنه وبعد كده التوم ادينا له لون ومعلقه كزبره، وهننزل بالطماطم بتاعتنا. ومعاكي بقى معلقه صلصه بتظبط معاكي جدا التسبيكه، بتخلي لون الطماطم حلو وبتديها. بصي بصي الجمال، يا سيدي يا سيدي على الحلاوه. برضو واحده ماجي ومعلقه ملح، وهنا فلفل اسود كمون، بس ما تجوديش على طول كده. مفيش اسهل من الحاجه البسيطه، بتبقى طعمها حلو وسهله ومش عايزه مكونات كتير. وهنا معانا معلقتين سمنه بلدي على فكره، وحياة ربنا مش بكذب. تمام. وهننزل بكيلو من الرز، كيلو واحد من الرز، انتي حسب ما عيلتك، حسب الافراد اللي هتاكل، هو ده كيلو واحد من الرز للفته. هنديله تقليبتين حلوين جدا، تفضلي تقلبي فيه بتاع حوالي 3 دقايق. بصي هنا بعد ما كان قلبت شويه حبه حلوين يعني في السمنه، هنزل عليه بواحده ماجي ومعلقتين من الملح. ولو انتي حاطه ملح في الشوربه خلي بالك ما تحطيش ملح في الرز. بصي هنا الشوربه غامقه معايا ازاي، لان انا ما عنديش، قلت لكم البهارات غمقت الشوربه معايا شويه. معايا هنا 4 ترغيفه من العيش البلدي، قطعيه بالطريقه اللي انت بتحبيها بالشكل ده، وهترش عليه رشه زيت وهتدخليه الفرن وافضلي قلبي فيه شويه حلوين. هنا كنا خلصنا العيش. المفروض ان احنا هنحط العيش في الطبق بالشكل ده. المفروض كنت حطيته في سرفيس وحطيت عليه الشوربه علشان يبقى طري، لا احنا مش بنحب العيش طري، بنحبه يبقى مقرمش. فحطيت غرفت على طول بالشكل ده معلقه صلصه. شفت الجمال؟ يا سيدي يا سيدي على الجمال بالشكل. الرز بصي فلفل، حط معلقه رز حلوه كده.
انا هنا سقسقت بس حبة شوربة مع حبة صلصة، لان احنا بنحب العيش مقرمش. اللي ما بيحبوش مقرمش وبيحب العيش يكون طري يحطه في سرفيز ويحط فيه الشوربة وحبة شوربة حلوين يعني، وهتسيبيه هيبقى حلو معاكي جدا. يا سيدي بصي بقى اللحمه. بصي اللحمه على فكره انا حمرتها، بس ما لحقتش اجيب لكم. كله عارف اللحمه يعني، معلقه سمنه وحمرتها في السريع. انا بحب اللحمه بتاعت الفته محمره، اللي حاببها مسلوقه في الشوربه بتبقى برضو تمام، بتبقى حلوه جدا على فكره. اسهل طبق فته والله العظيم بجد ما خدتش معانا 10 دقايق. ده بعيد عن اللحمه. اللحمه طبعا هتلاقيها بتاع ساعه ولا ساعه وشويه بتتسلق. احنا بنتكلم على الصلصه، العيش، الرز. تمام. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. ويا رب كل السنة الجاية ان شاء الله كل اللي نفسه في حاجة يحققها بإذن الله. بصي احلى طبق فتة ممكن تعمليه. بصي الجمال، بصي لون اللحمة دايبة ازاي. اللحمة بجد دايبة. بصي انا ما كنتش عارفة امسكها من كتر ما هي اللحمة دايبة. على فكرة دي لحمة كندوس مش لحمة ضاني ولا. بس الله بجد طعمه كان ولا اجمل. الله. سيدي يا سيدي، طبعا انا كنت عايزه اخلص الطبق بس هم كانوا جعانين. كل سنه وانتم طيبين. فعلوا الجرس واشتركوا في القناه. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم كلكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. احلى طبق فته ممكن تاكلوه في حياتكم. فعلوا الجرس واشتركوا في القناه. باي باي.